شاء الله كامل تكونوا لاباس، تكونوا رايا وتكونوا بخير. ميسيو توحشتكم. guess who's back. بوث. عبالي ملي طولت بزاف بزاف بزاف. بصراحة كنت عارفوا الحياة فيها الكثير من المفاجآت. المهم اليوم حبيت ندير واحد لا فيديو بزاف مهمة وبزاف هضرنا عليها في تليجرام وبزاف قاعدين تقولوا لي عليها. المشكل تاعها انه شويه طويله كالعاده انا نحب نهضر. المهم انا ما حش نديرها كاع في فيديو واحده، ممكن جدا نديرها يا 2 اجزاء يا 3 اجزاء باش تقدروا تسمعوها بلا ما تكرهوا. المهم اليوم راح نحكي على سلم هاوكنز للوعي. سلم هاوكنز هذا كما كنتوا تشوفوا في الصوره اللي راح نحطها لكم هو جاي شغل هارم هكا، هو جاي شغل هارم لكافة مستويات الوعي الفردي في الحياة. دوك هاد المصطلحات بالك يجوكم صعاب ما حتفهموهم مع الفيديو. والباحث هو باحث وعالم، انا نشوفه عالم صراحة، اللي هو ديفيد هاوكنز. قسم هاد الهرم ل4 اقسام صح. ويبدا هذا السلم نقراوه من التحت للفوق، نقراوه من تحته ونبداو نطلعوا عندنا المشاعر الهابطة الى المشاعر النورانية. كي شغل دوكا كي تشوفوا كي تسمعوا هاد لا فيديو ياك كي تسمعوا واش راني نقول وتفهموا واش راني نقول، هاد الحاجه واش تخليكم ديروا، تخليكم تولوا تقدروا تحطوا الناس اللي راهم في حياتكم في لي كاتيجوري اللي راح نقوله لكم انايا، بس حنسي نبسطه لكم للماكس ياك. وراح تخليك تاني انتيا تعرفي روحك ولا نتايا تعرف روحك اكزاكتومون واش من المستوى راك فيه وكيفاش تطلع من مستوى الى اخر. المعلومات هادو جبتهم من الكتاب تاع اصلا ديفيد هاوكنز اللي هو مستويات الوعي، حطيت لكم عليه ديجا. كما قلت لكم يتقسم لي 4 تاع الاقسام. القسم الاول فيه 8 مستويات اللي هي الطبقات المتدنيه والسلبيه ياك، شو حرفيا طبقات كاع الاخرين كاع، شتو الذبذبات الاخرين كاع تاع البنادم، شغل الانسان راهو خلاص في الحضيض. نبداو من تحت ونطلعوا من 20 حتى 175 اللي هي الفئة التي تستنفد وتمتص طاقة الفرد والمجتمع. كي تريحوا مع عباد اللي راهم في المستويات المنخفضة تاع في الهرم هدايا، حرفيا تحس الانسان هذاك يمتص المشاعر تاعك، تريح معاه الدوخ، تريح معاه تعيا. شحال كاين من عباد هكا نريحوا معاهم نعيا ونروحوا لدار مرض، تحس هكا ليس نخرجوا لك ريحت معاه ساعه ترقد 3 ايام باش تقدر تريكيبيري تلمو انسان سلبي. هيك كما قلت لكم هي فئه تمتص الطاقه تاع الفرد وزيد المجتمع تاعنا، يعني شغل حرفيا ما يكونوش ناس منتجين. احنا ما راناش نجوجي فيهم، ما راناش نحكموا عليهم وما راناش نشوفوهم طبقه متدنيه، العكس احنا رانا نقولوا راهم في مستوى متدني ياك. ماذا بينا يطلعوا لمستوى اخر، احنا نتعلموا كيفاش هما نعاونوهم، ولا كنا احنا يعني في هذاك المستوى نخدموا على رواحتنا. المهم وطبعا بطبيعة الحال نحن نجذب ما نحن عليه. الطاقة المنخفضة اوتوماتيكمون تجذب مثيلها للحياة ياك. اسم الانسان هذاك اللي راهو في هاد المستويات اوتوماتيكمون راح يجذب لحياته ويخلق شغل واقع سوا كما هو يخمم. المشاعر اللي تحسوهم اكزاكتومون هما الحياة اللي راح تعيشوها، تظهر في حياتك كامل الأحداث السيئة ياك. وفي المستويات تاع الوعي المنخفضة كيما الغضب والرغبة والتكبر وقاعدك، هادو الناس أصلا نلقاوهم self-centered، بمعنى ناس متمركزين حول ذواتهم. شغل حرفيا هو صح بالك يبالك مسكين ويبالك راهو في احساس زعما منا ضحيه وكاع، بصح اون فيغيتي هو يخمم غير في روحو، امبوسيبل يخمم فيك، يعني يكون طيح بين يديه صراحه. يعني الناس اللي جايين هكاك هما اكثر ناس اللي راح يديروا لك مصاعب في الحياه، هما اكثر ناس اللي راح يستنفدوك سواء ماديا سواء نفسيا سواء طاقيا ياك. كشغل الحاجات يعني هدفهم ما تخدم حتى واحد، تخدم نفسهم فقط، وهما يديروا هذا الشيء لا واعيين. كاين اللي يديروهم بوعيهم ياك، وكاين يديروه بدون وعي. المهم الوعي هدايا تاع المستويات المنخفضه هو وعي الاخذ ولا يستوعب العطاء، يحب غير يدي
بلا ما يمد. وكما قلنا يتغذون على طاقة الآخرين. القسم الثاني فيه 5 مستويات هي إيجابية ياك. هي صح إيجابية، مي ذي كان دو بارر. اسمع، هما صح راهم في الآخر شباب، راهم في مستوى جيد جدا اللي هو الشجاعة، الحياد وإلخ إلخ، بصح يقدروا يولوا ما خير ياك. هنا هادوما الناس يكونوا دائما يخدموا على رواحتهم، يعني معظم الغاشي اللي داخلين في الوعي وخادمين على رواحتهم ويخدموا على انفسهم نلقاهم لا بليبار نلقاوهم في القسم الثاني اللي هو جيد. مي معليش نقول لكم هذا الاخر ابخي باش ما نتعمقش من دوك. الناس اللي يكونوا في هذا المستوى عاده ما يزيدوش يطلعوا على بالها، نحسوهم زعما كاينين بزاف. علاش ما يزيدوش يطلعوا؟ بس كيحسوا راحتهم زعما اوكي راني مليحه دوكا ولا راني مليح دوكا، اوكي زعما I'm doing great I'm doing fine، خدمتي راي بيان، اني سعيد في حياتي، ما نزيدش سي بون. بصح الناس اللي يزيدوا يطلعوا في الوعي اكثر حيروحوا لي المستويات تاع القسم الثالث اللي هي قمه الايجابيه. وهنايا نلقاوهم الناس اللي يعاونوا الاخرين، هم الناس اللي يعاونوا الناس الاخرين. هنا واش نلقاو عندهم؟ نلقاوهم في الحب، الفرح، نلقاهم في المستوى تاع الحب، المستوى تاع الفرح والمستوى تاع السلام. هادوما الناس هما اللي يعاونوا الناس الاخرين، وما يكونوش زعما بزاف صراحه، ما يكونوش بزاف. مي هادوك الناس شغل هما يعني بحد ذاتهم راهم كفايه باسكو هما يمدوا بزاف انرجي لبزاف ناس من حولهم. القسم الرابع اللي هو حرفيا مكاش فوقه اللي هو التنوير. انا بالنسبه لي صراحه التنوير يكون زعما للرسل، الانبياء، بوذا وعفايس كيما هكا ياك. الناس هادوك اللي العلم تاعهم والحاجات اللي يقولوهم يقعدوا لي سنوات كثيره، قرون، وما يروحش تلمو شغل فيها بزاف انرجي. الحاجات اللي يقولوهم فيهم بزاف طاقه نورانيه. فوالا نبداو من تحت ونطلعوا للفوق. المستوى الاول قاعد نلقاوه من تحت اللي هو العار ولا اليأس، والتقييم تاعو هو 20 تردد وما دون ذلك. عباكم واش معناتها 20 تردد؟ عباكم معناتها بنادم يدير 20 تردد؟ بنادم ميت، بنادم هذا ميت حرفيا. المستوى هذا يقارب الموت. شغل كنت تنقص بالك 9 8 درجات سي بون السلام عليكم، ذهب ولم يعد. شغل تخيلوا حرفيا يمد نفس الاحساس تاع الانتحار المتعمد من كثرة الفشل اللي كان يحسو هذاك الانسان. فهمتوا؟ شغل الفشل هذا ماشي باسكو هو انسان فاشل، العكس، انسان كيما الناس الاخرين قادر يدير بزاف حاجات، بصح الاحساس اللي راهو فيه، المشاعر اللي راهو فيهم يخليوه يحس روحه ما يقدر يدير والو. شغل كامل قرارات تاعو في الحياة، كلش يخليوه شغل كامل قراراته وتصرفاته يديوه لإنسان فاشل، قرارات تاع إنسان فاشل. حتى الناس الاخرين يبداو يقولوا زعما هاد البنادم علاش هو يدير هكا. فهمتوا؟ هاد الانسان علاش هو يحط روحه في مواقف كيما هادو. هاوكنز يمد لنا مثال باللي الانسان اللي يكون في وعي تاع العار عنده نفس الاحساس تاع تشويه السمعه وفقدان ماء الوجه ياك. شغل حرفيا زعما كي شغل انسان هكا صرات له فضيحه كبيره ياك. شغل الوعي تاع العار هذا ماشي لازم يكون البنادم صرات له ديجا فضيحه، نو بصح نفس الاحساس انه تكون زعما هذاك البنادم صرات له فضيحه كبيره والناس كامل سمعت بها وشوف فضيحه هذيك اللي بنادم سي بون الناس وتجي تحترمك، والانسان يولي يمشي محبط راسه مبتعدا عن الاخرين، يتمنى لو كان الارض ترشق وتبلعه اصلا. هذا هو الاحساس اللي يحسوه كل يوم. كان يو imagine انسان في وعي العار بصح كي يكون قراف في وعي العار، شغل يكون قراف هذا هو الاحساس تاعو كل يوم. والمشكل انه زعما كنت تقولي الانسان زعما انت راك شفت ولا انت كي شفتي انسان في وعي العار دير تصرفات تاع وعي العار، تقول اسكو تحس هذا الشيء؟ يقول لك لا مانيش نحس به. هو لا واعيا او يحس به وتصرفاته تاع انسان راهو في وعي العار. اسمع كون زعما يتبدل يطلع للشجاعه يا سيدي غير شويه للشجاعه برك، يولي يحس باللي لا كاين ديفيرونس كبيره بزاف على وين كنت وين راني.
اسمع انا كنت نحس هذاك الاحساس تلمو يكون متشبع به. والعار عاده يجي من الاهمال في الطفوله والتجارب تاع الاساءه باغ اكزومبل التعنيف، شغل يصرى انحراف في شخصيه الانسان ويبقى معاه دائما، يبقى معاه دائما هذاك الاحساس باسكو هكاك تربى ياك، يرفض هذاك الاحساس ويقعد عايش به لمده طويله من الزمن. سما لو كان هو ما يتاخذش قرار انه انا خلاص مانيش حاب نعيش هذه المعيشه، حيقعد هكاك الى ان يموت. والعار اصلا يولي التدني احترام الذات، بلا ما نحكو بلي هو مدمر للصحه النفسيه. شغل الانسان اللي داخل في وعي العار كارثه كارثه كبيره. نعطيكم واحد المثال، انا انسانه عشت مع شخصيه كانت في وعي العار، كانت عايشه في وعي العار. انا هذيك الانسانه عشت معاها في الفتره اللي شغل قبل التشافي، قبل كاع ما نخدم على روحي وكاع، كنت شويه صغيره. المهم الانسانه هذه كش نفهمكم حرفيا كتله تاع الطاقه السلبيه تمشي فوق الارض، من كثرة المخلوقه هذيك السلبيه بزاف، ما تقدرش مي توقف تنطيب ولا ما تقدرش. وجهها مسكينه وجهها كحل كحل وهي انسانه جميله جدا، شابه بزاف وشعرها شباب وكاع، بصح شغل هذيك الزين راح، شغل تمحى. تخيلوا غير جزء من احساس داخلي، ودائما دير نفس التصرفات اللي يخليوها شغل هي هكا لا واعيه تروح دير تصرفات يديروا لها مصايب في حياتها. شغل جامي قعدت شهر بلا ما دارت مصيبه. شغل كي تتلف لها كاع، زعما تتلف لها كاع ما حتى مصيبه تروح ديرها، تروح تسرق دراهم وتبدا تدي الضرب. شغل هكا دائما هكا لازم تصرى حاجه في حياتها. شغل هاد الانسانه راهي قرا في وعي العار وما تقدرش تريها، ما تقدروش تريحوا معاها 15 دقيقه، ما تقدروش تريحوها معاها باسكو انسانه قرا في سلبيه هكا. الغمه تحكمك كي تريحي معاها، الغمه حرفيا. ومن بعد انا كي تعلمت وكذا عرفت باللي الانسان هذيك راه في وعي العار، وكون هي ما تجريش على روحها واحد ما حيجري عليها. المهم قلت لكم عاده نشوفوا الناس اللي في وعي العار يعاملوا الناس الاخرين بقساوه، تحسهم شغل ماشي زعما كي نقولوا احنا انسان في وعي العار وكاع شغل يغيظنا. بون يس انا بصراحه يعني ما نحسش بزاف امباثي، بس كامل يجيونا دروس في الحياه وكامل عندنا فرص ان نتبدلوا ياك. الناس هادو اللي يكونوا في الوعي في الوعي المتدني 70-80% منهم يكونوا اشرار، اسمع باش نتفاهموا ياك. بس الانسان الخير الانسان الجيد دائما كاين واحد البذره هكا مضيئه داخل في قلبه دائما. ما قال زعما الحياه عاملته بقساوه، بصح ابخي كي يدير غلطات يفيق لهم، يتدارك الاخطاء ياك ويبدا يخدم على نفسه. الفرصه الاولى اللي تجيه باش يتبدل. الناس الاشرار ما يشوفوش هذا الشيء، تسمى كي يأذيك. الناس اللي في الوعي المتدني يأذيك شئت ام ابيت. المهم كي يأذيك يحس بلي هو مسكين، لازم تسمح له بس هو مسكين. فوالا بس من شوفوا الناس اللي يديروا للناس الاخرين صدامات، الاولياء ولا الناس يديروا الناس الاخرين صدامات، عاده يكونوا في وعي متدني واشرار ياك. كما قلت لكم يكونوا فيهم قسوه ياك، يكونوا حاقدين على الاخرين. مثلا طفل صغير يكون عنده مشاكل في المنزل وفي تعنيف وإساءة كما قلنا، نلقاوه يحقر الحيوانات، نلقاوه يضرب الحيوانات، دفوا يقتلهم. واللي لازم نعرفه بليتو انه اللي وعيهم في المستوى 20 ناس خطيرين على المجتمع، ناس خطر على المجتمع. وكاين منهم واحد الجزء منهم يكون عندهم جنون العظمه. اسمع سواء شوفوا هو صحي احساس العار، هو يحس بالعار كما قلت لكم مقبل ياك. هنا تبدا شويه تولي كومبليكي بصح معليش ركزوا معايا. حنا واش قلنا مقبل؟ الاحساس الحقيقي تاعهم هو انهم يحسوا شغل بنادم صارت له فضيحه في حياته هكا. يتقسموا على زوج اقسام. كاين النص الاولاني اللي تلقاه يتمسكن هكا، يضل يتمسكن اوكي، لعبها دور الضحيه، هو مسكين وكاع وشد كوانه، صراحه شد كوانه هكا. هو صح كنت دنا له ياكلك بصح شد كوانه. كاين نوع الاخر اللي ما شغل هو فيه الاحساس تاع العار بصح ما يتقبلش الاحساس تاع العار وماش حاب يعيش به، في عود ما يسقم روحه يولي انسان شرير، تولي فيه جنون العظمه
ياك، ويولي متنمر، والبعض منهم يرتكبوا جرائم كبيرة. شتو كل ما يكبروا اكثر هذوما الناس اللي يديروا هذا الشر يولوا مجرمين يرتكبوا الجرائم. مثلا المتشددون في اي مجال، اي واحد متطرف في اي مجال، ياك، اون فيغيتي هما ناس مليئه بالعار. علاه؟ باسكو يدعيوا المثاليه بالحاجه اللي هما مامنين بيها، ياك، باش علاش؟ قناع كاذب باش يحس بلي هو احسن من الاخرين. اون فيغيتي هو مليء بالعار، ومليء ثاني بالمستوى اللي بعده اللي هو الذنب دوك نلحقوا، ياك. بصح هما والاخرين على بالهم بلي راهم معمرين بالهف. جوست هكا تكون زعما يطلع الوعي تاعك، تفيق بلي البنادم هذا لو قاعد قدامك معمر بالهف، كذاب، ما كاش منه كاع الحاجات اللي يقول فيهم خرط في خرط. كنت جوست هكا تكون شويه واعي، تركز مع الهضره ديالو، تعرف بلي كذاب. والحاجات اللي هو يقول فيهم هذيك المثاليه الزائده كلها قناع باش يحس روحو بلي هو خير من الناس. ومن الامور اللي يديرها الانسان اللي فيه بزاف اعتذر اللي فيه بزاف وعي العار يكون متشبع به، هو الهجوم على الاخرين. علاه؟ باسكو يحس باللي عنده الاحقيه انه يهاجم الناس بمسميات كثيره. شغل يحس باللي انا خير منك، ياك، هو على بالي بلي هو ماشي خير منك، بصح ماذا به يبين لك بلي هو خير منك، ياك، ويسميك يحطك في لي كاتيجوري هادوك توعو هو اللي هو كرياهم، ياك. المهم يكون عنده سبب هكا باش يقمعك، ويكون في وضعيه تاع الحاكم اللي يحكم عليك ويعاقبك. وطبعا راح يلقى اللي يدعمه، باسكو كاين بزاف ناس في وعي العار حلقه. نعطيكم واحد الاكزامبل، ما كان نحوس ندخل في السوجيات، بصح اكزامبل جيد جدا وانا دائما نشوفه بعينينا. مثلا كاين واحد الانسان هكا يسب النساء، ياك، دائما يسب النساء. علاش يروح للنساء هذوك؟ هو متشبع بوعي العار، ياك، مشبع به، معمر به، باسكو هو يدير تصرفات غير اخلاقيه. هذا الانسان، ياك، نعرفه كاع، اوكي، يدير تصرفات غير اخلاقيه، ايا يحس بزاف بالعار ويحس بالذنب من الحاجات اللي هو يديرهم. ايا واش يدير؟ يروح يحكم على واحد لاكاتيجوري واحده اخرى اللي هي النساء، باسكو هو في راسو باللي النساء اضعف حلقه، وباللي النساء هي اكثر حاجه، اكثر موضوع ما يهضروا عليه كامل الناس هكا. ايا واش يدير هو؟ يروح يعاقب ويحكم على هذيك الفئه، ومن بعد شكون يدعموا كامل الناس اللي معمرين بوعي العار كيفو، ياك. ايا يقعدوا دائما يهضروا هذيك الهضره، نفس السوجي قاعد يدور برك بكلمات مختلفه. علاه؟ باش يحس ويشبع الرغبه هذيك باللي هو احسن من هذيك لا كاتيجوري اللي هو راه يسب فيها. شتو كل ما يسب هذيك لا كاتيجوري، هذيك الفيد اللي عنده لداخل باللي هو انسان ناقص يتغلق، يتعمر، بعد يعاود يفرغ، يعاود يقعد غير يعاود يدير هكا. وكون يلقى حلقة أضعف حيزيد يعايرها أكثر من اللي يحكموا عليها ويعاقبها، كما راهو يدير مع الكاتيجوري هذيك. وكما قلنا باللي العار يمسح شخصية الإنسان متوليش عنده شخصية، يولي حساس جدا ويتقاس بأصغر كلمة تقولها له، على بها يبان فيهم بزاف الإحساس تاع الغضب والذنب والفخر مع بعض. شو زمان كي نقول لك أنا هذاك الإنسان راهو في الوعي المعين، ماشي ما تراو عايش وعي واحد، نو. تقدري تكوني مثلا انتيا تقدري تكوني مثلا في الوعي تاع الحياد، بصح في اللو تاعك كي تكوني في أسوأ مراحل حياتك تلحقي مثلا الكبر، تكوني في الوعي تاع الكبر تحبطي، بس تكوني في اللو باسكو الانرجي تطلع وتحبط، الفريكونسيز يطلعوا ويحبطوا، فهمتوا؟ ماشي معناتها كي نكون انا في التنوير حنقعد في التنوير، ياك، وماشي معناتها كي نقعد كي نكون في الذبح نقعد فيه، نقدر نطلع نقدر نحبط. بصح كيما قلنا يقدر انسان واحد يكونوا فيه 3-4 الاخرين على حساب المود تاعو كيفاش يتغير وكيفاش يطلع ويحبط. وكيما قلت لكم دوكا يبان فيهم بزاف الاحساس بالغضب والذنب والفخر مع بعض، هذو تلقاهم كامل في الانسان اللي فيه العار، نجمعهم كاع هكا وزيد هو في الطبقه الدنيا. يعتبر هاوكنز باللي العار هو انعكاس لكراهية الذات باينة، يعني على حسب واش قلت من قبل، شغل يشوفها باللي كراهية الذات انسان يحشم بروحه ويمقت نفسه. والدكتور هذا تاني دكتور هاوكنز يعني يربط الشعور تاع العار باللي
يولد شعور آخر بالتخلي عن الخالق. ياك شغل أكثر الناس نلقاهم بعاد بزاف على الخالق هما اون فيغيتي ناس معمرين بوعي العار. ياك وأصلا يولد الاكتئاب، يولد عدم الاستحقاق، كراهية للخالق، حقد عليه. كما قلت لكم كما قلت لكم أي واحد يكون متشدد في الفكرة هذيك اللي راهو فيها، راهو في وعي العار. قادر يكون تشدد إلحادي، شغل ماشي لازم تشدد ديني، قادر يكون تشدد تاع إلحاد. شغل الإنسان هكا تلقى كيما هذوك الناس نشوفوهم في لي كومونتير يسبوا في معتقدات الآخرين، ولا قادر يكون مسلم يسبوا معتقدات الناس ويضحك على المسيحيين ويضحك على هادو ويضحك على هادو. هادو كاع راهم متشبعين بوعي العار. شغل شتو التشدد في أي فكرة، في أي فكرة. كاين تاني كنت حابه نهضر لكم على هذاك السوجي اللي قلت لكم عليه ما قعدتش، تاع الانوثه وكامل. كاين هذوك البنات اللي يدعيوا انه هما انوثه تاعهم عاليه ومتشددين في الفكره هذه، متطرفين فيها ويضحكوا على الناس وفايس كيما هكا. نفس الشيء مع مرا بوعي العار، كامل هف في هف. كي نلحقوا لقمه الياس، ياك خلاص نلحقوا لواحد البوان تاع الياس كارثي، هنا يتم استنزاف طاقة الإنسان اللي راهو عايش فيها. يعني خلاص كاع الانرجي، بس ما كاش بزاف، كاين حفنه تاع الانرجي عايش بها هكا برك. هنا الانسان يفقد الرغبه كاع في الحياه. ياك ما توليش عنده رغبه في الحياه، بس اصلا حياته في حد ذاتها راهي جحيم، عايشين داخل جحيم داخل راسهم. لايك هنا يلحقوا الفكره هذيك، سواء تاع يقتل روحه ينتحر، ياك ولا يلحق البوان هذيك تاع التغيير اللي يشغل حرفيا تقول تقريبا كامل لحقنا لها في فترتين، ما ماشي كامل، مي بزاف ناس اللي كانت عندهم طفولة صعبة ولا حياة صعبة تلحق لهذيك البوان وين تقول يا ربي اذا انت كاين بين لي بلي انت كاين، عاوني اذا انت هنايا عاوني. كامل ما نقولش كامل معظمنا اللي جازوا بحياة صعبة لحقنا لهذيك البوان في حياتنا، وهذيك هي البوان اللي كانت الفاصل. دائما اللي في وعي العار كي يلحق لهذا البوان تما تتبدل حياته. بون كيفاش نتجاوزوا طاقة العار؟ بون نقولش طاقة، وعي العار. دكتور هاوكنز كان يؤمن كان يؤمن بفكرة القبول. شتو في كامل الوعي هذا اللي حنجوزو عليه، أول خطوة نحو التغيير هو القبول. باش تبرى من العار، ياك تقول باللي أنا أشعر بالعار، أنا إنسان فيا الوعي تاع العار، ياك وأنا أتقبل هذا الإحساس وراح نسيي نتعامل معاه. ماشي نتقبل الإحساس ونقعد نذل في روحي، ماشي نتقبل الإحساس ونقول أنني في وعي العار، أنا حمارة، أنا حابسة، الناس كامل ما همش في وعي العار وأنا في وعي العار بس كان إنسان فاشل. نو، نقول أنا راني في هذا الوعي، ما نحكمش كاع على روحي. حل غالب أنا راني فيه، ما كنتش فايقة ولو ما كنتش فايق دوكا راني إنسان يعرف، راح نتعامل معاه بوعي. ياك ما نلعنوش روحتينا وما نسقسوش، ما نقصوش على روحتينا، وما نسقسوش علاش حسيت هكا وعلاش صرالي هكا وعلاش راني نجوز بهذه المرحله. نو، نعيشو ونشوفو ونفهم تصرفاتي علاش راني ندير فيهم هكا. كي تتلف لك كامل نروحو عند مختص، تو سامبلومون. القبول هو باب الشفاء. ياك المرحله الثانيه ان نروحو للمساعده البروفيشنال، seek professional help، يعني نروح نشوفوا شخص يعرف مختص يعاوننا. ياك هنايا كي يكونوا الجروح متجذرة بعمق، هنا صعيب اصلا تتعاملوا معها، بس حاجه اذا ما نقدرش نواجهها ما نقدرش نداويها. من الاخر مثلا تجرحتي شويه في رجلك، ديري لها دواء تبرى وحدك وتخليها سمانه 2 سمانات تبرى. بصح اذا دخل فيك موس ما تقدريش ديري فيه الدواء، بس راه مقطع حتى لداخل، خصك اوبيراسيون باش تتخيطي من الداخل للبرا. نفس الشيء نتعاملوا مع الجروح العميقه. كي تحس كي معليش دوك انتيا ولا انت نشوف هذا الوعي نتعامل معاه، اوكي انا راني في هذاك الوعي المعين، كان قدرت
نصبر له زعما ما نكونش محطم بزاف اوكي I can deal with it نورمال باسكو المستوى ماهوش غراف. بصح النهار اللي يولي ثقيل بزاف الاحساس وما نقدرش نتجاوزه ونجوز شهر نورمال وانا في نفس الاحساس، هنا خاصك بزاف اخصائي نفسي ولا معالج، باسكو راح تطول بزاف في الوعي هدايا وراح تقعد فيه بزاف وتقعد حاصل فيه بس ما تعرفش باسكو كبير بزاف الجرح عميق. هنا خصنا مختص يعاوننا ياك. باسكو علاش كيما قلت لكم العار عاده يخفي تحته رفض الذات ياك. شغل كل ما يكون رفض الذات كبير كل ما تكون المقاومه للتغيير كبيره. هنايا خصنا شخص محترف يورينا الطريق. الممارسات الروحيه زعما اللي نقدروا نديروهم باش يعاونونا ان نتخلصوا من الوعي العار هي التقرب من الخالق. مهما كان دينك مهما كان معتقدك، التقرب من الخالق هو اكثر حاجه راح تخليك ما تحسش روحك تايه ياك. بس الانسان يحتاج الى الايمان، معليش حتى لو كنت متآمنش بخالق you believe in the universe I guess، تآمن بالكون. المهم تقرب لشيء ما، عندنا تأمل، صلاة، تأمل صامت، تفكر، تدبر، فهمتوا؟ طبيعة، هاتوا الأحكام اللي يعاونونا أن نحسوا بلي رانا عندنا حياة، كاين رانا حيين فوالا. بس الممارسات هذيك ما قلت لكم توسع نظرتك للحياة، تخليك تشوف روحك بعين الرحمة ماشي بعين الانتقاد. بس باش تلحق تشوف روحك بعين الرحمة اي بزاف صعيبة ياك. تاني العار يخليك تدخل تحس بلي ما عندكش اتصال مع الطاقات العليا كما قلت لكم مع الخالق ولا whatever واش تقولوا له. يقطع هذاك الاتصال. اي احنا كي نبداو نردوا هذاك الاتصال نبداو نحسوا بالتحسن. وثاني توكيدات بزاف ملاح كي تنوض الصباح، كي تجي ترقد ولا كاش حاجه. الخلاصه تاع الجزء هذا شغل نشوفوا بلي العار ماهوش نهايه ياك. العار ماهوش نهايه، ما هو زعما اخر انرجي بزاف صغيره، هو اخر وعي وكاع ما هيش نهايه. العكس، هذه انه فكره انه نعاود نولي لنفسي ياك. كي نتقبل نفسي ونكون عبالي بلي انا درت غلطات. انا كي كنت في وعي العار نقول هكا روحي مثلا، انا كي راني في وعي العار غلطت مع الناس، درت فيهم الشر، درت هذا صباح نتقبل هذا الشيء. ما نقعدش نقول درت فيهم الشر باسكو انا مسكين. نو درت فيهم الشر باسكو انت انسان ماجوري فاكسيني، انت انسان صح كنت في وعي العار ودرت لك صح باسكو تكره نفسك، بصح درت الشر في فلان وفلان 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 مثلا ياك. هذا الشيء نتقبلوه، معليش ما نقتلوش رواحتينا بالذنب، وتاني ما نقتلوش رواحتينا بدور الضحيه، نتقبلوه باللي معليش انا كنت في هذاك الوسمو درت الشر I'm gonna fix it later، حنسقمها من بعد كي نخدم على روحي باش ندخلو في الرحمه. بس العار يذوب قدام الرحمه. العار يخلص. شو كنت الرحمه روحتيكم كي تحبوا ما نقولوش حب الذات، الرحمه نحو الذات يذوب العار. ومين تبدا الرحمه؟ الرحمه تبدا منك، تبدا من الداخل تاعك. الوعي اللي بعده هو الذنب والتأنيب ياك. وهنا نزيدوا 10 نقاط للوعي اللي فات سما تولي 30 نقطة. المشكل تاع وعي الذنب انه مستوى تاع وعي جمعي، ماهوش وعي فردي، وعي جمعي. شغل دفوا نلقاو بلاد كاملة فيها الذنب، بلاد كاملة فيها الوعي هذاك. اسمع اذا دخلت انت لهذاك البلاد كلاك بوبي حتولي كيما هما شئت ام ابيت، وتولي دائما هكا دور قد ما تطلع تعاود تهبط. بس خصك اصلا تخرج من هذيك البلاد، تخرج من هذيك المنطقه، تخرج من هذيك الحومه، باسكو وعي جمعي. وقليل وين يكون وعي شخصي اوكي. بس يكون وعي جمعي يسمى يدل بنادم هذاك خرج من هذيك البلاصه اللي كان عايش اللي فيها الذنب، سي بون يروح له بشويه تصرفات اخرى وقاعدك يروح له ياك. المهم يعني مجتمع كامل بوعي الذنب وين يتم القاء اللوم او انتقاد كلش تقريبا كلش ينتقد. حاجه ما تعجبهم العجب ما يعجبهمش. والانتقاد يصرى سواء بالتلاعب، باسكو التلاعب تاعهم في هذيك المنطقه يكون باللوم، يلومك باش ينتقدك باش يتلاعب بيك.
اوكي، ولا يعاقبك عن طريق اللوم. نلقاو مشاعر الندم عندهم بزاف، دور الضحيه، المازوخيه بزاف تاني. نلقاو شغل هذاك الشعور تاعهم زعما ملي يزيدوا به، باسكو ميما هما باباهم يكون فيهم الوعي تاع العار، الحومه هذيك اي يكبروا به ياك، شغل وين شعور الذنب يكون عايش معاك كامل حياتك هكا. نلقاو زوج مجموعات في هذا المجتمع، نص مستسلم للشعور تاع انه خلاص انا مذنب ياك، انا انسان شرير ماشي مليح، ونص الاخر ينكر الشعور عن طريق انه يولي غير اخلاقي. يسمى واحد يقول اوكي زعما انا مذنب ونتمنى ربي يغفر لي وعفايسهم يصراو لي زعما ماشي ملاح باسكو انا درت الذنوب. والاخر النص الاخر واش يدير؟ يولي هو اللي يدير الذنوب، هكا عيني عينك، هكا عيني عينك نديرهم، وايه انا مذنب الله يسهل عليك، بصح الداخل او ميت بشعور الذنب، ما نحيتوش، ماشي معناتها راك خير، نفس راك في نفس المستوى، برك هذاك يحس بلي هو يدير فيها غلطه وراه نادم عليها وعايش في شعور ندم ما حبش يخرج منه، وانت راك دير فيها وتقعد تحس بشعور الندم مرارا وتكرارا. فوالا باسكو النوع الثاني ينغمسوا في الذنب، شغل شغل الخطيئه هذيك يولي يديرها كل يوم، بس خلاص بالنسبه للشخص هذاك طفرت، ودي حياتي طفرت فيا وصيبو. لقاوها مثلا المدمنين، شغل هو معليش انت مدمن اوكي شي تهابن، تصراو صوالح في الحياه، نديروا غلطات، الانسان يدير غلطات عادي، ما في عود هو ما يروح يسقم هذيك الاخر ويروح يداوي روحه، تلقاه يزيد يروح يولي مدمن اسوأ. يقولك معليش انا مدمن على الدخان خليني نزيد ندمن على الخمر، معليش انا مدمن على الخمر خليني نزيد ندمن على لا دروغ، ويا رايحه حتى يدمن على كلش. شغل يقولك انا خلاص طفرت فيا وسيبو. نفس الشيء هذا وعي الذنب، سواء درت ولا ما درتش. اذا تحس بهذاك الاحساس تاع الندم، اسمع من الاول راك في وعي الندم. مثل واحد المثال، مثلا يتم تنفيذ عقوبة الإعدام ياك وسط العامة، الشعب كامل يشوف، يقولك هذا إنسان سراق مثلا، ولا زعما هذه سحارة، يجيبوها وسط العامة ويحرقوها والناس تصفق، الناس فرحانة، العدالة تحققت، ماتت السحارة هذيك ولا مات هذاك السراق. والعدالة شغل الناس اللي تدير العدالة احنا نحبوهم، بس هذوك الناس قتلوها يديروا العدالة ياك. وخلاص الخطيئة راحت، الشر راح بس قتلنا ديك الاخر. في غاية الاحساس هذا ماشي فرحة، ماشي فرحة باسكو العدالة صرات، احساس هذا فرحة باللي انسان واحد اخر هو يتعاقب ياك، شغل الانسان هذاك دار غلط دار خطأ وهو يتعاقب. في غايتي هذاك العقاب راهو يحسوا بلي صرا لهم ليهم، باسكو انسان سوي ما يقدرش يشوف انسان واحد اخر يتعاقب ولا يتعذب ولا يصالو حاجه كيما هكا. ما نقدرش. نعطيكم واحد المثال واحد اخر ياك، مثلا صرا في الجزائر نهار اللي مات هذاك السيد اسمه اسماعيل واقيلا، اسمه هذاك اللي حرقوه في الضربه تاع الغابات هذوك اللي حرقوه في بلاد قبائل. نص تاع المجتمع زعفوا الناس، قاعد يقولوا شنو هاد الجريمه اللي صرات. نص هذا قال هكا، نص الاخر قاعد يقول يستاهل. الناس خسرت دراهمها، الناس خسرت ديارها بسبتو، ما كان لك حتى دليل يقول باللي هو دارها. لنفترض انه هو دارها ياك، نفترض انه هو دارها، هل انت انسان سوي تفرح بهذا الفعل؟ تفرح انه انسان كي غلط درنا له هذا العقاب؟ فهمتوا وين راه الوعي تاع الذنب؟ شاء تكونوا فهمتوا اللي تاع الوعي تاع الذنب، انه نتايا اذا فرحت باللي انسان واحد اخر تعرض للعقاب ياك، حتى لو كان غلط على الاقل نقولوا معليش هي صح العداله دات مجراها، بصح نقولوا زعما الانسان هذا لا لحق روحه لهذه المرحله ياك. ما نفرحوش انه انسان واحد اخر راح يتعذب. اذا فرحتوا باسكو انسان واحد اخر راح يتعذب، ما نقولش نفترض انه مجرم، ما نقولش ان يغيظنا باسكو هو مجرم، خلينا من هذيك العداله تتحقق اوتوماتيكمون، بصح يكون فيك واحد النقطه انسانيه هكا، واحد الجانب انساني، انه هذا الانسان علاه لحق روحه لهذه المرحله ياك. حتى لو كان ما نقولوا علاه لحق روحه مثلا قاتل، علاه لحق روحه انه
يعذب أهل المقتول ويزيد يلحق روحه لهذه المرحلة أنه حيعيش حياته حياة سيئة. هذا هو الجانب الإنساني السوي، أنه ما مدى كان الإنسان هذاك مذنب نحسه شوية أنه مسكين حياته ضاعت، ياك ما نفرحوش أنه شخص واحد آخر حيتعذب. خطأ، أوكي خطأ. والناس اللي كل ما يشوفوا دفوا يكون الإنسان بزاف متشبع بوعي العار لدرجة أنه حتى لو شاف عقوبة غير عادلة فوق الحق، كيما هضرنا على إسماعيل هذاك صراحة ما نكونش غلطة في اسمه برك، بس كان عندي مشكل ننسى الأسماوات. المهم ولا اسمه جمال بن إسماعيل ان شاء الله ما نكونش غلطان. المهم كي شافوه تحرق انسان تحرق حي، ياك هذا خطأ، هذه الجريمة، هذه حاجة غير إنسانية صارت، فرحوا بها. هنا راهي كارثة، وبزاف ناس فرحوا بها باش نتفاهموا، بزاف ناس فرحوا بها. كاين ناس عيطوا ليه كانوا فرحانين انه لقاو اللي راهو يدير في الشر وتم قتله. بس انا ما كنتش نتابع بزاف لا السوشيال ميديا، ما كانش عندي هذاك الضربه لا السوشيال ميديا لا تليفون لا ما كنتش نشوف تاني التلفزيون، كنت لاتيه بزاف بالحياه. كي سمعت شوكيت باللي كاين بنادم يخمم هكا، باللي فرح باللي انسان عنده خير صرالو هكا، فهمتوا؟ بس هذه حاجه غير انسانيه. والانسان اللي فيه وعي الذنب كيف انسان كيما اللي فيه وعي العار انسان خطير، انسان خطير على المجتمع. كيما قلت لكم، كيما ديت من مثال على تحقيق العداله، قادر حتى كيما قلت لكم تكون غير عادله والانسان هذاك يكون فرحان بها، ياك باسكو الانسان اللي راهو يشوف الشيء هذا اللي راهو يصرى راهو يشبع في رغبه الذنب من الخطيئه اللي هي راهي داخله، ياك هو في روحه ماهوش متقبل الخطيئه اللي يدير فيها في الخفاء سواء صغيره ولا كبيره. الخطيئه اللي راهو يدير فيها في الخفاء ماهوش متقبلها، ايا كي يشوف الناس تتعذب بسبب خطاياهم يفرح. شغل حتى انك تشوف باللي الخالق الى الله، تشوف ربي اللي هو معاقب. الانسان اللي يكون في وعي الذنب يشوف باللي ربي معاقب، يشوف باللي ربي منتقم، وتبقى غير تعس في واش راح يصرالك كي تغلط، باسكو ربي حيعاقبك وحينحي لك صوالح، ياك شغل كيما اصلا انه تحس باللي ربي حينحي لك، ولا تحس باللي بنادم مرض باسكو دار الشر، ولا زعما بنادم صرالو درس في حياته باسكو هو انسان شرير. راك في وعي الذنب هنايا، راك في واحد المستوى فيك شويه لو كان شويه، ياك وهذا الشيء منين يجينا اصلا من البرمجات السلبيه وعدم البحث عن الخالق داخل انفسنا. شغل هنا الخالق نتايا ما تعرفش كاع ربي، زدت على حساب واش علموك على ربي وما زدتش بحثت عليه، هذا واش تعرف عليه بلي هو شرير سادي وينحي لنا صوالح اللي نحبوهم ويعذبنا ويعلقنا مشفرتينا، فهمتوا؟ الى ما ذلك، الى ما هنالك من البرمجيات الاخرى. وباللي نتايا شخص مبغوض ما عندك حتى قيمه ومكروه من الله، والله يشوفك عبد ذليل صغير ما عندك حتى قيمه. that's wrong. كاش من هاد الحاجه، ربي خلقنا في احسن تقويم، ياك خلقك في احسن تقويم، عطالك وعي، عطالك عقل، عطالك بزاف حاجات شابين. علاه تحس بلي ربي يكرهك؟ باسكو ما تعرفوش، باسكو ما تعرف والو لا على روحك لا اللي يخلقك لا حتى حاجه، ياك وعاده الناس هذوما يوليو يحسوا بلي لا يستحقون المغفره وما يقدروش يتوبوا باسكو يحسوا بلي ما يستاهلوش انه يدخلوا الجنه. يقعدوا دائما يتوبوا، يقعدوا يديروا في الشر هذاك في الخفاء كعقاب لانفسهم. يسمى كي نحلوا واش هضرت من قبيل، نعرفوا باللي الذنب يجي من ذكريات الندم على الصوالح اللي غلطنا فيهم، ياك ماشي لازم غير على ربي والدين وكذا. اي حاجه كغلطتي فيها قادر تدخلك في وعي يدخلك في الندم، والندم يدخلك في وعي الذنب. احنا بدينا، انا بديت امثله بدين باسكو هي اكثر حاجه رانا نشوفوا فيها في بلادنا، بحكم انه اكثر ناس تبعني هما الجزائريين ولا العرب. اكثر حاجه نشوفوها راهي تصرى بسبب الدين، شئنا ام ابينا. شغل مع تعلمنا الدين بطريقه خاطئه كاع، اي ولينا نشوفوا كلش بطريقه خاطئه، ولات فينا وعي تاع الذنب.
كيما قلت لكم يجي من ذكريات الندم على الصوالح اللي غلطنا فيهم ديجا، ياك. ديروا في بالكم حتى لو كان يصالكم عقاب، ياك، صالك عقاب على حاجه مش مليحه درتيها، احيانا تحسوه غير كافي. ما هذاك العقاب اللي صار عليه ما يكفيش، خصني يزيد يصالي اكثر، وتبقاو غير عايشين في الخوف تاع واش راهو جايني. احيانا تولي بغض شديد للناس اللي دير خطيئه، ياك، هكا زعما هذاك وداير هكا، تولي يولي يكرهوه شغل هكا، شغل خلاص ما حاش يتوب كاع، شغل ينو شغل كره غراف. مانيش متفكره زعما مثال هكا حي، بصح شايفه ناس هكا يكرهوا الناس اللي يغلطوا. اذا غلط دخلت فيك شغل او ماي جاد، يشوفك بواحد النظره قرف في قرف. وهذا الشيء انعكاس لبغضه لنفسه، بس هو يشوف نفسه خاطئة. يعني إذا السفاحين والمجرمين كما قلنا يعيشوا في وعي العار، نقدر نقولوا بلي المتشددين في الدين واللي عندهم أفكار متعصبين ليها، والأفكار الجمعية هذيك اللي تخلي الإنسان مكعب متحجر، هذوك راهم في وعي التأنيب، راهم في وعي الذنب. ودائما خصنا نتفكروا بلي الخالق ليس ساديا كما قلت لكم، ما راهوش انسان ينتقم منكم، واش بابك اللي نحي لك التليفون كما تقراش مليح، ما راحش يحس بالراحه كون تعذبك، كون يعذبك ولا يعذب نفسه، ما حاش يستفاد من هذه الحاجه. شغل ربي حاجه كاع مختلفه على واش راك تخمم، اوكي، لايك مختلفه تماما. هو خالق، ياك، انت عندك حياه خلقها لك تعيش فيها، ودالك كامل حاجات، اذا دالك المرض دالك الدواء، اذا دالك الشر دالك الخير، اوكي، انت هاي قدامك الحياه تعيشها، ما تستناش هو يحبط يعيشها في بلاصتك. كما قلنا في وعي الذنب ماشي غير كونك شخص يؤنب نفسه ولا غيره بشكل مفرط يعني انك واقع فيه باش نتفاهموا، انما كونك شخص بدون شعور بالذنب. تسمع، ماشي لازم تكون هكا تحس بالذنب والخطيئه يسمى خلاصك في الذنب، قادر تكون العكس، تكون ما تحسش اصلا بالذنب. هذا واش حبيت نقول، شغل قادر تكون شخص بدون ذنب بدون تأنيب، ما عندوش تأنيب الضمير، باسكو الدكتور هاوكنز يشوف باللي هاد الحاله هي اكثر حده، باسكو على حسابه هو عدم الشعور بالذنب يؤدي الى شكل من اشكال الاضطراب العقلي، ماشي مفهوم نفسي العقلي، ياك. واصلا كان يسميها بكري، يعني في على حسب واش في الكتاب تاعو كاتب اللي كان يسميها البلاهه الاخلاقيه، باسكو كي نشوفوا انسان في وعي الذنب يسمى عنده تأنيب ضمير متضخم، عنده بزاف تأنيب الضمير، قادر يلحق الوسواس القهري، ياك. والانسان اللي ما عندوش كاع اسمه العكس، هو يتشابهوا نفس الوعي بصح متعاكسين، ما عندوش كاع تأنيب الضمير، اسمه يديرهم كاع السيد كما هضرت لكم من قبل. كمان على بالنا باللي شعور بالذنب شعور بغيض، اوكي، شعور سيء، ويجيب معاه فقدان الحب، تولي ما تقدرش تحب الناس، ما تقدرش تحب روحك، وتصلب في الفكر، وتاني تدني في احترام الذات، ياك. واصلا راهو يستخدم كأداة للسيطرة على الناس، على الشعوب، ياك. و شغل هاوكنز يسمي الناس هذوما اللي يستعملوا العار والذنب وتاع تصوالح اختها حجابك هاد صوالح، هادو متاجرون بالشعور بالذنب، شغل دايما هكا يدخلك في الذنب بلي انت انسان شرير، كدير الشر في حياتك، يا خصك توب، you know. وكما قلت لكم راني نمد امثله دينيه بس كنا عايشينها، كاين بزاف امثله اخرى، بصح كما قلنا ما نساوش انه الضمير والذنب راهو امور نافعه، يعني امر مهم، خاصنا يكون عندنا تأنيب الضمير، سينو حنديرو بزاف حاجات ماشي ملاح، بصح يكون متوازن. انسان كي دار حاجه ماشي مليحه، اوكي، درت حاجه ماشي مليحه، ام شو انغانا تراي تو فيكس، نسقمها، نقدر نسقمها لغالب نسقنا موفون، ما نزيدش نعاودها. هذه هكا، هذا هو الانسان السوي، سواء روحيا سواء دينيا سواء ماليا، في مجتمع، في فرد، اي شيء في هذه الفكره، اوكي. ان شاء الله تكونوا فهمتوا يعني بصفه عامه، هضرت بزاف في قريب ساعه. كيفاش نتخلصوا
بلوتو شنو هما المحفزات قبل ما نقولوا نتخلصوا. وشنو هما المحفزات اللي يخليو الانسان يشعر بالذنب؟ الذنب ما يجيش هكا برك، عنده محفزات خارجيه، ياك. قادره تكون ذكريات من الماضي، ياك، ولا انسان كان شرير في صغره، اسمه الشخص دار الشر في صغره. قادر يكون انسان ظلمته، قادر يكون انه حاجه انت شفتها كي كنت صغير، مثلا تربيت بطريقه خطا. شوفوا، لا بلوبار تاع الناس اللي شفتهم انا عندهم وعي الذنب يكونوا تربوا في بيئه دينيه خطا، تربوا في بيئه دينيه خاطئه، تشدد، كلش حرام. هذوما دائما اللي يجوا فيهم وعي الذنب. هذا النوع الاول. النوع الثاني يكون هذوك الناس اللي ماليهم عندهم كلش عيب، ما يكون هذوك المتشددين يكون عندهم كلش عيب. اي اخا واش درتي عيب؟ علاش كتعيطي عيب؟ دوكي شوفي ايش يقولوا عليك فلان. منا ايا تتعمري بشعور الذنب والخطيئه، وبلي انا ندير حاجه تمشي مليح، وبلي انا منا ياك. اول خطوه للتشافي هي التعرف على هذه المحفزات. وشنو هالحاجه اللي تحفز لي انايا الذنب؟ شنو الحاجه اللي تخليني نحس باني بالضمير؟ قادره تكون انك تقولي لا هذا ما هذه حاجه سطحيه. كاين ناس people pleasers فيهم وعي الذنب، ما تقدرش تقول لا. هي ماهيش حابه تقول بصح ماهيش حابه تقول لا باش هذوك الناس ما يحسوهاش بلي هي ماشي مليحه، بلي هي زعما دارت حشمتهم. هذا وعي الذنب، ياك. وباش تفهم اصل الشعور، كي تفهم بلوتو اصل الشعور باش تقدر تخفف القوه تاعو عليك، هي دير عكسه تماما. ما نقدرش نقول لا نولي نقول لا هذه هي، ولا نروح كما قلنا لمختص. اثر تاعو بزاف صامت الوعي تاع الذنب. يدير الاكتئاب، يدير امراض مزمنه، يدير الصداع، يدير الكولون، مهم يدير بزاف امراض جسديه. كيفاش نتجاوزوه؟ تقريبا يتشبه الوعي العار، القبول كالعاده والعوايد، نتقبلوه ونعترفوا بالشعور بلا ما نحكم على انفسنا. الذنب ما يعنيش اني انسان سيء، بل يعني اني عندي وعي اخلاقي عالي. برك هذاك الوعي الاخلاقي خصني نوازنه، سيتو. حاجه تانية، نسامح نفسي ونسامح الناس اللي غلطوا. عادي الناس كي تغلط، احنا بشر، نخلقنا نغلطوا باش نتعلموا. المهم ما نعاودش بزاف الغلطات هذوك، كان طحت فيها مهم انسان قادر يطيح في نفس الغلطه مرتين، بصح ما يقدرش يعاودها عمدا. كما نسامحوا نفسنا وسامحوا الاخرين باش ما نبقاوش سجناء الماضي. بس المغفره هي المفتاح اللي يفتح الباب تاع الحريه، انه يخرج هذاك الشعور بالذنب كاع، يخرج ونولي انسان متوازن. وبيان سور نروح اذا كان قراف الاحساس خانق، نروح ندير استشارات، نروح عند ناس مختصين، وندير ممارسات روحيه كما التامل، انه نعاود نولي للخالق، نفهم بلي الخالق ماهوش بابا، الخالق ماهوش سادي، ماشي شرير. كما قلنا واش حيستفاد كي يدير فيك الشر؟ عنده ما يستفاد. ونحاولوا نصلحوا الاخطاء اللي درناهم، نعتذروا، نعاونوا، نديروا الخير. فهمتوا شغل؟ في عود ما نروحوا نحكموا على الناس، قالوا انت يا ماشي مليح، انت ما تصليش تكتا. نروحوا نعاونوا الناس، اوكي. وتكون عندنا نوايا طيبه باش نقدروا الصح نلحقوا الغفران الحقيقي. خصك تغفري لنفسك وتغفر لنفسك وللاخرين باش يخلص وعي الذنب. هاد لا فيديو قريب تلحق ساعه، قلت لكم نهضر بزاف صراحه تكونوا فهمتوا، بس ما كاش واحد حيبسط لكم كما بسطت لكم انا. تبسيط كبير جدا، ياك. نورمالمون كون فهمتوا. درنا غير زوج، تما مازالوا لنا واحد اخرين باينه ما نكملهمش في امبوسي، بس كان شفت لاكليت اللي شفت ساعه وانا نهضر. ان شاء الله تكونوا فهمتوا، وهذا ما كان. وتوحشتكم بزاف شغل اكثر مش راكم متخيلين، ودعموني شويه، ونحبكم.